شاء الله هنتكلم على كأس العالم والقرعة بتاعتها. تمام، وإن شاء الله من بكرة هبدأ أنزل حلقات عن كأس العرب، لأن بجد أنا أقل كلمة عليها هو إن أنا فعلا غبي. أنا بجد أنا ما بحبش أنزل فيديوهات عن التوقف الدولي، لكن لا، لكن لا، أنا إزاي يا جماعة الماتشات دي؟ أبسط حاجة ماتش السعودية وجزر القمر، ماتش فلسطين وتونس، إيه ده؟ إيه ده؟ أنا عارف إن عرب أفريقيا مش بيلعبوا بمنتخباتهم القوية، عشان خلينا متفقين الكاف خلاص كمان كام شهر وهتلعب. بس لا يا جماعه، لا يا جماعه لا يا جماعه، انا لازم ابدا انزل حلقات ليها، فان شاء الله من بكره هبدا انزل حلقات واحاول فعلا استمر على الموضوع ده، لان بجد كل المنتخبات العربيه ممتازه ممتازه ممتازه. مشجع كبير للمنتخبات، وعاجبني جدا عاجبني جدا. انا عاجبني منتخب السعوديه. انا عارف ان جزر القمر مش هو المنتخب القوي قوي، لكن جزر القمر فعلا في الماتش كان بيحاول. المغرب ناس كتيرة بتقول مش عشان خاطر مش المنتخب الأساسي، وبصراحة حقهم، ولا المنتخب ولا الجزائر ولا تونس ولا مصر ولا إيه تاني، المغرب وتونس ومصر. آه، اسمه إيه؟ المغرب وتونس ومصر، والجزائر، أنا آسف، الجزائر مش بيلعبوا بالفرق الأولى. بس دي مش حجة لو مصر خسرت هقول يا جماعة مصر خسرت، صباح الفل، صباح الفل. فإن شاء الله من بكرة هبدأ أنزل فيديوهات عن كأس العرب. لو بتتفرج على على الفيديو ده قول لي انت من انهي دوله، اكتب لي في كومنت وقول لي رايك في منتخبك حتى الان ويوصل لحد فين. انا ان شاء الله هنزل فيديو عنها، هبدا انزل فيديو من بكره ان شاء الله لو ربنا اراد، واحاول فعلا استمر بالذات بقى في الالعاب. هبدا اعمل بيس بالزمالك واعملها اصعب حاجه وربنا يستر ربنا يستر. هحط قوانين الدوري المصري، انت هتشوف فضايح، هتشوف فضايح. آم، النهارده هنتكلم على قرعه كاس العالم. تمام. ان شاء الله هنبدا من اول مجموعه، لان انا بصراحه بصراحه انا كنت نايم، بس انا لو صحيت انا اتصدمت. فاهم؟ فهنتكلم مع بعض عن كل مجموعه. تمام. وهنتكلم مع بعض عن حظوظ المنتخبات العربيه ان شاء الله في التاهل، وان هم يوصل لحد فين وكده. طبعا لسه بعيده قوي كاس العالم، لكن برضو احنا مع بعض. طيب نبدا باول مجموعه، المكسيك، جنوب افريقيا، وكوريا، ويا اما من التشيك والدنمارك ومقدونيا وايرلندا. دي مجموعه صباح الفل، صباح الفل قوي. دي مش عارف مجموعه بجد، يعني هو مفيش غير المكسيك اللي هتتاهل، وممكن الدنمارك لو هي اللي اتاهلت. لو ممكن الدنمارك، مش شايف كوريا، مش شايف جنوب افريقيا. ممكن جنوب افريقيا تطلع ممكن، بس الدنمارك غالبا هي اللي هتتاهل من دول. تبقى فضيحه لو ما اتاهلتش، بصراحه تبقى فضيحه بس المكسيك اكيد هتتاهل. دي اول مجموعه. تاني مجموعة، كندا، قطر أو إيطاليا أو إيرلندا أو أليس، وسويسرا. سويسرا طيب. طبعا فضيحة إن إيطاليا أصلا في الفرق اللي هي ممكن تتأهل. دي فضيحة، دي فضيحة، فأنا مش هحطها. لو اتحطت هقول إنها هتتأهل، ما اتحطتش أنا مش شايف. وغالبا وعلى فكرة حتى لو طلعت أنا شك إنها هتتأهل. مجموعة تعبانة زي دي، اللي هو كندا أصلا ما عرفوش عن كرة قدم، وقطر ما عندهاش فرق قوية دلوقتي، لكن في كأس العرب شغالة أداء حلو، أداء حلو، خلي بالنا. وسويسرا مش برضو المنتخب المركز قوي في الكوره. فدي مجموعه بصراحه، مجموعه كلها عارف اللي هو ميت في مجموعه ميته. بس انا رشح اللي يتاهل المجموعه دي، اتمنى قطر تتاهل، ومجموعه على فكره سهل ان قطر تتاهل منها. وممكن سويسرا، ممكن سويسرا زي ما قلت. ايطاليا لو اتاهلت ممكن في كلام، بس هتبقى تالت. انا مش شايفها بصراحه، مش شايفها بجد، عشان عيب قوي، عيب اللي بيحصل. وجاتوزو وتصريحاته الفضيحه، اللي مش عارف حد شاف تصريحاته لما قال على الكاف في افريقيا ليه مدين افريقيا واسمها ايه والامريكا اللاتينيه، اللي هي طبعا الارجنتين والبرازيل، ليه مديهم مجموعات اكتر، ليه مديهم سبوتس يعني اكتر، او مقاعد اكتر في كاس العالم. انت بتستعبط، انت مش عارف تتاهل ثلاث كاس عالم ورا بعض وجاي تتكلم علينا احنا؟ ايه الوساخه دي؟ معلش، ارجنتين اخر واحده واخده البطوله، البرازيل بتعلم على اي حد، افريقيا المغرب شفت عملت ايه، الجزائر، يعني ايه مصر كمان ان شاء الله، في ايه يعني؟ نيجي بقى للحلاوه. ايه الحلاوه؟ المجموعه الثالثه، برازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا. محدش يا جماعه يتفرج على المغرب في كاس العرب ويقول دي المغرب. انسوا، دي مش المغرب، دي مش المغرب، ما بتلعبش ولا بالاول، وكمان هقول لكم حاجه، انا مش شايف ده التاني، شايف ده المنتخب التالت. المغرب يا جماعه
محدش يقل منهم، او حد يقول لا دول هيخسروا، بص اللي بيحصل ايه. لا، محدش ياخد ده كمثال. مفيش فرقه فيهم، مفيش منتخب فيهم بيلعب الفريق الاول تماما تماما، فشيلوا دي من حساباتكم. مين هيتاهل؟ البرازيل طبعا، والمغرب. انا مش عارف مين اول وتاني بصراحه. البرازيل اخر فتره بيستعبطوا، انا مش عارف بصراحه. فممكن المغرب تتاهل اول، اتمنى تتاهل اول. البرازيل تاني. اسكتلندا معرفش هنا الدنيا هتبقى يمشي ازاي، بس اسكتلندا اظن التالت. هايتي طبعا دي ما جاتش. انا اظن المغرب الاول. انا اظن جدا المغرب الاول. انا مش عارف ليه حاسس، بس اتمنى المغرب الاول. آه طيب، طبعا عارف الناس هتتريق دلوقتي اللي بيتفرجوا يشوفوا ايه ده، المغرب تأهل على البرازيل. تبقى البرازيل التانية. يا جماعة انت شفت المغرب عملت كأس العالم اللي فات. تمام، وما زي ما قلت محدش قال المغرب في كأس العالم ده. المجموعة دي أمريكا، باراجواي، أستراليا، وسلوفاكيا، رومانيا، كوسوفو، تركيا. أنا أظن تركيا اللي هتتأهل فيهم. طبعا أمريكا هتتأهل. المجموعة متظبطة لأمريكا بشكل يا باشا. لو إيه، مش تبقى كده. امريكا هتتاهل. ما اظنش اول طبعا. المشكله ان انا ما اعرفش حاجه في الفرق، يعني ما اعرفش غير تركيا اللي انا عارف فيها كام لعيب. انا ما اظنش. انا امريكا هتتاهل وتركيا. بس ممكن استراليا تحارب وبتاع، بس هي امريكا وتركيا. لو تاهلت، ما تاهلتش تركيا يبقى استراليا. مجموعه ايه؟ المانيا. ما اعرفش ايه الفرقه التالته بصراحه. كوراكاو. ايه الفرقه دي؟ المنتخب ده أنا مش عارف ده ظهر امتى. كوت ديفوار، اكوادور، المانيا والكوت ديفوار. أنا مش حاطها. بص دي يا جماعه مش حتى هتكلم فيها. كوت ديفوار والمانيا مش هتكلم فيها. واظن كوت ديفوار كان ممكن تطلع الاول. المانيا بالحاجات البسكليتات اللي بيعملوها دي. صباح الفل. طيب مجموعه اف: هولندا، اليابان، آه وتونس طبعا، مع البانيا، بولندا، السويد، اوكرانيا. واحده منهم تتاهل. آه هل 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 في حد شاكك ان تونس وهولندا يتاهلوا؟ تونس يا جماعه ما لهمش حجه. تونس يا جماعه ما لهمش حجه. تونس دي احلى 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 واحسن مجموعه نزلوا فيها. شفتوا مجموعه السنه اللي فاتت، كاس العالم اللي فات؟ المجموعه دي ممتازه. هي وهولندا بس اللي هيحاربوا اليابان. محدش يقل منها. اليابان محدش يقل منها. اليابان محدش يقل منها. عشان كده تونس في المجموعه دي لازم تخش بروح، تخش بروح. لان سهل قوي تتاهلوا، لكن ما تقللوش من اليابان. دي اهم نقطه. دي اهم نقطه، اهم نقطه. ان شاء الله تونس تتاهل. انا عايز المنتخبات الافريقيه والعربيه بالذات هي اللي تتاهل. بالذات بعد المغرب عملته، كل الفرق الافريقيه المنتخبات كلهم هيبقوا عارفين ان هم مشحونين مشحونين. مصر ام الدنيا. بلجيكا، ايران، نيوزيلندا، ومصر. يا جماعه، يا جماعه مجموعه سهل نتاهل. حسام حسن ما عندوش اي حجه. ما عندوش اي حجه. تماما. مصر سهل قوي تتاهل منها. بلجيكا دي مش البلجيكا المرعبه. تماما تماما تماما. بلجيكا دي اللي هو كلهم العواجيز، ما عندهمش لعيبه خارقين زي الاول خالص. مصر ان شاء الله تتاهل. مصر ان شاء الله تتاهل. تبقى اول او تاني المجموعه. مع ان انا عارف انا عارف يروحوا بره يشوفوا الانبهارات ويشوفوا الحاجات. لا ده احنا ايه، ممكن نخسر من بلجيكا ونتعادل مع ايران، وماتش نيوزيلندا مضى. فيتامين عين. فيتامين عين لما يعمل. اقسم بالله من كل المنتخبات الافريقيه انا المنتخب الوحيد اللي شاكك فيه ان هو يتاهل. مش بسبب قوته، لا، انا عارف ان هو قوي وعارف ان هو قوي جدا. مش كده، بسبب الفيتامين عين لما يخش في اللاعب المصري. مجموعة اتش: اسبانيا، كاب فيردي، السعودية، واوروجواي. دي مجموعة حلوة. دي مجموعة حلوة. انا المجموعة دي عجباني جدا على فكرة. مجموعة عجباني جدا. آه انا السعودية طبعا مش هدي نصيحة للسعودية. السعودية دي بتخطط لكأس العالم بقالها فترة. لكن لو حاجة واحدة بس، خدوا كأس العرب اللي بيحصل ده كبروفا لكأس العالم. خدوه كبروفا. يعني احنا قلنا عرب افريقيا مش بيلعبوا بقوتهم، بس خدوها كبروفا. خدوها كبروفا. تمام. انا بالنسبة لي اتمنى مصر تكسب كأس العرب. لكن السعودية معلش، انتوا اكتر منتخب محتاج البطوله دي. مش محتاج عشان يبقى معاكم بطوله، لا، عشان خاطر تعرفوا اللي هو تخططوا لكاس العالم، اللي هو حاجه قدام ليكم. للنقطه دي اللي هو هنعمل ايه. مجموعه ممتازه على فكره. مفيش غير اسبانيا واوروجواي. يا جماعه ما حدش قال ان اوروجواي مرعبه. ما عندهمش كافاني، ما عندهمش سواريز، بس لا زالت هي الاوروجواي. تمام. انا شايف ان السعوديه واسبانيا يتاهلوا. اسبانيا اول، السعوديه تاني، اوروجواي تالت. لو فيها احسن توالت. بس اسبانيا والسعوديه ان شاء الله. السعوديه جدا. السعوديه لسه ان شاء الله كنت هتكلم عن ماتش جزر القمر.
بس ان شاء الله من بكره بقى هبدا اتكلم عن كاس العرب. وانا اسف والله يا جماعه، انا اللي ما ركزتش في العالم. طيب المجموعه بعد كده عندهم فرنسا. يا مجموعات لذيذ قوي قوي. الناس القديمه اللي حضرتك عارفين الكلام ده. فرنسا، السنغال، بوليفيا، العراق، ومعرفش مين ده، النرويج. طيب المجموعه دي مجموعه صعبه، صعبه على العراق. اتمنى العراق تتاهل، واتمنى العراق تطلع احسن توالد. فرنسا الاول، وفرنسا مش هتعدي اللي حصل، ومبابي اللي بيعمله مع ريال مدريد ده مش هيعدي. اقسم بالله اللي حصل كاس العالم اللي فات ده من غير ما يعني. انا شايف كاس العالم اللي جاي ان شاء الله فرنسا هي المرشح الاول ليها. هتقول لي الارجنتين يا احمد والبرازيل؟ اكتر من الارجنتين، اكتر من البرازيل، اكتر من المانيا. فرنسا مش هتعدي اللي حصل، انا بقول لكم، خصوصا ان زيدان عايز يدرب المنتخب. دي مهمه. فانا شايف ان فرنسا، السنغال، العراق نفسي تطلع توالد، نفسي تتاهل وتطلع توالد، نفسي. لو ما حصلش فاظن النرويج. انا ما اعرفش من البلدين التانيين بصراحه، فانا مش عارف حتى عنهم حاجه. طيب المجموعه اللي بعدها، الارجنتين، الجزائر، النمسا، والاردن. آه... تمنياتي تمنياتي الجزائر والاردن والارجنتين تاهلوا. تمنياتي تمنياتي. واقع بيقول النمسا، واقع بيقول الارجنتين والجزائر اول، الاول تاني والنمسا. بس معلش زي ما قلنا، شفنا كاس العالم اللي فات والمنتخبات ما حدش كان متوقع ان هم يوصلوا حاجات مرعبه دي، وصلوا. ان شاء الله الاردن تعمل اداء تاريخي. اتمنى ان الاردن تطلع من اداء تاريخي، واتمنى ان هم يتاهلوا. ولو ما تاهلوش انا عايز ان هم الناس تتكلم عن بصمه الاردن في كاس العالم. اتمنى، اتمنى. انا مش عايز منتخب عربي بصراحه يخرج الا وهو عامل اداء مشرف، مشرف ليه. تمام. فالمجموعه دي ارجنتين اول، الجزائر تاني، اردن اتمنى تالت. ان شاء الله الاردن التالت. اقول لكم حاجه، ان شاء الله الاردن التالت وننسى الرابع. انا عارف ان هو طب الناس تتفرج ايه اللي هبل. بس لا، اتمنى فعلا الاردن. انا الاردن عجباني جدا جدا. طيب م- المجموعه قبل الاخيره، البرتغال، باكستان، كولومبيا، وتمام. تمام. البرتغال اول، حد عنده كلام؟ البرتغال اول. في حد عنده اي استفسار تاني؟ وعلى فكره البرتغال هتطلع الاول، ممكن تنافس كاس العالم لسبب، مش عشان كريستيانو ومش عارف ايه، لا لا لا، عشان اللعيبه بتكره كريستيانو. تمام. فاللي هو لا، احنا لازم نوري ان احنا من غير كريستيانو نعرف. هنشوف المجموعه اللي بعدها الاخيره ان شاء الله. المجموعه الاخيره، انجلترا، كرواتيا، غانا، بنما. طيب انا شايف انجلترا وغانا هيتاهلوا اول وتاني. انا عارف ان كرواتيا عملت اداء خرافي، بس مودريتش مشكله. ما اقدرش اقول حاجه وحشه على مودريتش، ما اقدرش اقول حاجه وحشه على مودريتش، هو عنده 50 سنه. مودريتش هو مودريتش. بس انا شايف انجلترا وغانا، انجلترا وغانا المجموعه دي. ممكن كرواتيا احسن تالت لو في، بس انجلترا وغانا يا جماعه المجموعه دي. وبكده نكون خلصنا كاس العالم وتوقعاتنا ان شاء الله. قولي لي رايكم يا جماعه. انت من اي دوله انت بتتفرج عليها؟ قول لي انت من اي دوله، وقول لي انت بترشح مين، وترشح شايف فين فريقك ممكن يوصل. ما تنساش يا جماعه الاشتراك في القناه، لان بجد بيساعد. وقول لي كومنت برايك، وشير يا جماعه لو عجبكم الفيديو. وان شاء الله استنوا كتير جدا الفتره الجايه، هينزل حاجات كتيره قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واخيرا ما تنساش تصلي على النبي.